بما ان النهارده الجمعة هشغل بخور. خالد هاتلي البتاعة بتاعت البخور من على السفرة. هات بقى دي بصوا، كنت مشغلاها امبارح وطفت، هنكملها بقى النهارده. لا اهي، رجعها مكانها. عايز اقول لكم ريحته خطيرة خطيرة دي شوية. هنسيبها بقى هنا في المطبخ، لان خالد اصلا صدره ايه، مصدقت ان هو الحمد لله رق شوية، وانا كمان زيه. مش هطلعها بره، خليها في المطبخ. طبعا النهارده جاي على بالي اركب رموش بس طرفية عشان ما يبقاش شكلها اوفر. هنركب رموش بصوا طرفية، هي لا تذكر حرفيا كأني مش حاطة، بس عايزة يبقى للعين كده يكون ليها زي سحبة. اللزقة اصلا بيخلص، لان عارفين بقى لي قد ايه مركبتش رموش، يعني ياما قوي. عندي لزق تاني بس بحب ده قوي. استنوا كده اهو. بصوا حطيت نقطة صغننة. طبعا هسيبها 5 دقايق، مينفعش ان احنا نلزقها على طول. 5 دقايق ونشوف القصة دي. اهي 5 دقايق ونلزقها. بص انا صاحية من النوم على الشغل على طول. ايدي لزقت بقى. هرطب طبعا. وهرطب تحت عيني. كحل اسود. ما تقولش لحد انك تعرفني، اصل انت بجد صحيح كسفني. حبك مجنون ده اللي مخوفني، وبتجري عليا اول ما تشوفني.
خالد ايا يكن مين اللي واقف على الباب، اقفل الباب، ما تفتحش الباب تدخل حد، اقفله وتعالى قول لي مثلا في حد يا ماما بره الباب عايزك، وانا افتح الباب اشوف. فالمهم الولد فعلا قفل الباب خالص، قفل ودخل قال لي ماما في واحده انا معرفهاش هي وبنتها على الباب بره، وهم بيقولوا ان هم ايه عايزينك. فانا رحت فتحت الباب، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك، انا عايزه اعمل تيك توك. قلت لها طب حضرتك ما تعملي تيك توك. ايوه يعني اعمل ايه على التيك توك؟ قلت لها مش فاهمه يعني ايه تعملي ايه على التيك توك. والله العظيم زي ما بكلمكم كده، لان ده حصل بالظبط. طبعا دي مش اول مره ان هي تحصل، قبل كده برضو انا ما كنتش في البيت، نزلت عشان الباور بانك بتاعي كان بايظ، انا نازله تحت البيت وعلى الحظ اللي طلع وانا في اللحظه دي ما كنتش موجوده في البيت اصلا. وبرضو بس انا بقى لما بنزل من البيت خالص بتربس على خالد وبقول له لو ايه بالذي حصل وحد قال لك افتح الباب اعمل سوي خلي، ما تفتحش وما تردش وما تقولش حتى ماما مش هنا، ما تتكلمش. فالمفروض اصلا بقى اللي يغيظكم ان في امن في العماره تحت. طبعا نزلت عملت معاه مشكله وقلت له على الله طلع لي حد، طب ماما مش هنا ما تتكلمش. فالمفروض اصلا بقى اللي يغيظكم ان في امن في العماره تحت. طبعا نزلت عملت معاه مشكله وقلت له على الله طلع لي حد منعا باتا بعد اذنك، اي حد يجي يقول لك انا تبعها، انا الناس اللي تبعي معروفه، اهلي معروفين وانت عارفهم، ويا مريم يا ايه، الثلاث افراد دول مالهمش رابع، مفيش حد غريب خالص بعد اذنك يطلع لي. المشكله ان هو عارف، طب بيطلعهم لي ليه؟ يقعدوا بقى يقولوا لي، يعني انا لما جيت كلمت الامن قال لي ان هم قالوا له ايه، قالوا له واحده قالت له اصل كانت بنت خالتها، والتانيه قالت له لا ده انا مظبطه معاها ميعاد والمفروض ان انا اطلع دلوقتي اسلمها اوردر. قلت له ده كدب، طالما ما جالكش اتصل بيا قول لي انت مخلفي حد فلان الفلاني جاي لك فعلا في التوقيت دوت ولا لا. المهم الصراحه بقى ايه وماما مسكوني، ومريم انت ليه مش مركبه كاميرات، ليه مش عامله كاميرات، ده امن وامان لازم يبقى فيه. فالحمد لله اخيرا قلت اريح دماغي واعمل كده النهارده. ايه هسرح حواجبي خلاص بقى، خلاص بالجل بتاع شجلام. انا ماليش الصراحه جل خالص معين، واوقات كتير اصلا بكسل ان انا اسرحها كده. طبعا في مرايه هنا انا باصه فيها، بحب اصلا اسرحهم، بس اوقات كتير بقى ايه هقول، انا اصلا مش بحط ميك اب بشكل يومي، او ما بقى يعني فونديشن ده مثلا بحطه في الافراح بس كونسيلر بلاشر الكحل ده انا بحبه، فتلاقوني دايما مثلا، مش دايما برضو، مش اللي هو بشكل اللي هو ايه دايما احط بقى كحل وكده. النهارده التصوير لبس، انا بحب اصلا اللبس، بحس كده ان انا ايه بحب ان انا بحب اللبس اصلا، بحب اللبس عامه. مش يعني هوريكم دلوقتي انا هصور ايه، بس مش هحرق لكم دلوقتي، لما اخلص هوريكم اللبس اللي انا ايه هصوره. الميكرو بليدنج ده شكله حلو، اسيبه. بصوا لما بسرح بيبان من هنا ان في فراغات، بنعمل ايه احنا بقى، بنملى الفراغات دي بالقلم. القلم ده منه ايلاينر ومنه متفل وعشرة. تحت العين اوعي تثبتيه ببودر، لوز باودر عشان ما يكلكعش. طبعا النهارده عايزه اغسل الفرش بتاعتي كلها، عشان كده بقت عفانه
كده عفانة بجد. وطبعا باخد كده وبحط الزيادات على ايدي كده عشان ما يكلكعش. احط بقى بلاشر باودر، مرضتش احط اللي هو اللي مش باودر، حاسه ان الموضوع مش مستاهل. كل ما الحاجه ما تبقى خفيفه تبقى احلى. الدنيا حر اصلا والواحد مش مستحمل. في رسمه كده معينه هموت واعملها. الفراش كلها عايزه تتغسل، كلها عايزه تتغسل. هروح اشوف اعمل ايه واجيلكم. طبعا انا قلت لكم هوريكم الحاجات اللي انا بصورها. ده اول طقم طبعا امبارح. بنوته قالت لي ام خالد انت ليه مش بتورينا الشوز مع الاوت فيت؟ اهو لبستلك شوز اهو. ايه رايكم؟ اجي يمين واجي شمال، ايه رايكم؟ كلموني. تحفه ولونه مميز، ما لبستش اللون ده قبل كده، فبالنسبه لي الدنيا حلوه. ايه رايكم في الايلاينر؟ لو عجبكم قولوا لي اوريكم عملته ازاي. بصوا استنوا، خطير. عاجبني قوي الايلاينر، تحفه. بصوا الديتيلز. نسيت البس الحلقه، هلبسه دلوقتي. عماله اقول في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط، مش عارفه احدد ايه الحلقه.